اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض احلى واطعم والذ لانشون فراخ بطريقه سهله وبسيطه، واحسن بكتير وانضف واضمن من اللي احنا بنشتريه الجاهز. طبعا دي حاجه انت عاملاها بايدك وعارفه انت حاطه مكونات ايه. يلا بقى بينا نشوف هنعمل اللانشون القمر بتاعنا ده ازاي. في الاول كده انا معايا بطاطسايه انا سلقاها، بطاطسايه كده متوسطه. هضيف كده عليها معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، عليهم كده معلقه صغيره من الثوم البودر، ومعلقه صغيره من البصل البودر، ورشه كده بسيطه من جوز الطيب. طبعا دي اختيار، لو مش حابه مفيش اي مشكله. معلقه كبيره من البابريكا، ومعايا كده معلقه من مرقه الدجاج البودر. طبعا لو مش حابه برضو مفيش اي مشكله، بس هتدينا طعم الجاهز بالظبط. وهضيف نص معلقه صغيره من الملح، خلي بالك عشان مرقه الدجاج طبعا مملحه. هضيف كده حوالي نص كوبايه من الميه المتلجه، ميه بتلج. دي طبعا هتخلي معانا اللانشون قوامه ناعم. هضيف كده 3 معالق من الزيت، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض. البطاطسيه اللي انا عاملاها دي المكون السهل اللي هيخلي معانا اللانشون يروح في حته تانية خالص. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كده لحد ما يبقى معانا كده الخليط كده ناعم. وبعد كده هضيف كده معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنقلب كده، وهنركن كده المكونات دي كده على جنب قبل ما نفرم الفراخ. معايا كبة الخلاط، هحط بقى كده فيها كده صدر فرخه، يعني دي اقل من نص كيلو. طبعا مغسول ومخلي من العظم. هنضربه كده في الكبه فرم ناعم. هنفرم كده صدر الفرخه كده فرم ناعم. وبعد كده هضيف المكونات اللي احنا عملناها او الخليط اللي احنا عملناه على صدر الفرخة بالشكل ده، وهنرجع بقى نضربه تاني في الكبة. لو في حاجة كده على الجناب كده هننزلها. هنرجع بقى كده نضربه كده فرم ناعم. ويبقى كده خلاص الخليط اللانشون جاهز معانا. معايا بقى كده كيس حراري. طبعا ده الكيس ده طبعا صحي، فالطريقة دي صحية قوي. غير ما تعمليها في اللي هي الكيس البلاستيك، بتبقى طبعا الطريقة دي مش صحية. هدهنه كده دهنة بسيطة من الزيت. طبعا هفتحه وهدهنه كده دهنة بسيطة بس من الزيت. وبعد كده هنظر الخليط اللانشون اللي احنا عملناه على الكيس، وهبدأ بقى ابرمه برم كده زي الرول بالظبط. بس اهم حاجة وانت كده وانت بتبرميه، يعني ما تبرمهوش قوي علشان ما يتقطعش منك. هنبدأ كده نلفه كده او نبرمه كده زي الرول. وهنسويه بالشكل ده. وبعد كده هنربطه كده من الجوانب كده خلف خلاف. اهم حاجه كده وانت بتربطي خلي بالك عشان الكيس ما يتقطعش منك. وبعد كده هجيب ورق ألمونيوم، وهبدأ بقى ألفه كده في ورق الألمونيوم، وهلفه رول بالشكل ده. وهنبرم كده من الجوانب كده خلف خلاف. كده خلاص جاهز معانا. هنبدأ بقى نسويه حلة على النار. هحط بقى فيها مية لحد ما تغلي، وبعد كده هنزل باللانشون، وهسيبه كده لمدة حوالي ساعة لحد ما يستوي معانا. كده خلاص استوى معانا. هسيبه لحد ما يبرد كده تماما، وبعد كده هنقطعه. هنبدأ بقى كده نقطعه. هشيل كده الورق اللي عليه. ما شاء الله في منتهى الجمال. هنبدأ بقى نقطعه كده شرايح. طبعا التقطيع اللي انت حباها. ما شاء الله تحفة. معانا كده اللانشون ناعم، ريحة وطعم ولون ما اقولكوش، في منتهى الجمال حكاية. البطاطسية اللي احنا حطيناها خلت يروح في حتة تانية خالص. اعمليه بايدك القمر وهتاكلي احلى وانضف لانشون، احسن من الجاهز بكتير واوفر. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.